السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك؟ الحمد لله. أول مرة تشاركين؟ اي أول مرة. يعني تشاركين أنت تنافسين لو جاية بس المشاركة؟ والله إن شاء الله يعني. إن شاء الله تنافسين؟ إن شاء الله مشاركة منافسة عادي ماكو إشكال يعني. يعني واثقة من القصيدة مالتك؟ الحمد لله. بالتوفيق إن شاء الله. الله يخليك، الله تسلم. يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. شيرين عودة حسن شيرين الصالحي. صالحي. شيرين شلونك؟ الحمد لله. ان شاء الله متهيئ المسابقة. الحمد لله. نقدر نسمع القصيدة؟ إن شاء الله. يا الله. أقص لسان عيني لسولف وياك، لأن قنعت تبعد عن الأنظار. هسه مصر لازم باكر تروح، ويطرت الفجر وتغادر الدار. صبح باكر أكرهش كثر يا هواي، كره راس الشهر للقاعد يجار. انت وياي أملك كل شي بالكون، بعدك راح أظل بطرق الأشعار. إش ما أنساك ردا وانشغل بيك، لأنك ساكن انت بنص الأفكار. أوصف لك حسرتي لما تروح، منذبنها الهوى ثق يشتعل نار. وصفنت عليك تعرف تصبح شلون، مثل صفنة فقير بين تجار. يا سلطان قلب لما تروح، سلطنة العشق بجفاك تنهار. انت بين يدي وقلت لك بعيد، المسافة بيننا يقطعها مشوار. خصر بغمدة نايم من صرت لليوم، بحرب جفاك أسلة وأنكت الزنجار. والسلام عليكم. شكرا لك أخت شيرين. نسمع رأي اللجنة. شيرين، شكرا لمشاركتك ويانا. قصيدتك حلوة أنا من وجهة نظري الشخصية، لكن بها هنات وزنية راح تلقيها مستر شاكر. طريقة إلقائك كانت مهرجانية يعني أكثر مما هي مسابقاتية. يعني ما أعرف أنا ما عندي شيء، عذرا أستاذ أحمد، ما عندي شيء، بس موضوع صغير وبعدين حتى يشوف أستاذ شاكر الناس مالته. بالنسبة لدخول القصيدة، إذا سامع الأخونا عامر العيثاومو، أقص لسان عيني، أقص لسان خاطر ما أحاكي، وخاطر ينتهي بينك وبيني، واشوف ان عيني هيجي ظلت تسولف وياك، قل شلون اقص لسان من عيني. فهذا اكو توارد كلش كبير في دخول القصيده. اما بالنسبه للصور الشعريه، صوره النار، النفس، احرق الهواء، صوره جميله ورائعه، اتمنى لك التوفيق ان شاء الله. شكرا لك استاذ. شكرا لك استاذ احمد. استاذ شاكر. اهلا بك شيرين. طبعا احنا نشجع العنصر النسوي انه يقتحم هذا المجال اللي اصبح للاسف حكر بس على الرجال، ومع ذلك يعني احنا نتمنى ان تكون القصيده بها نفس انثوي، نفس برقه يعني بنوع من الغزل وكذا. على العموم يعني على مود لا اطيل عليك، الملاحظات اللي قالها استاذ احمد واستاذ ماجد يعني ربما تفي بالغرض، ولكن ملاحظات بسيطه. الوزن اكو به هنات يعني كثيره انا شخصت منها. وهسه مصر ولها هسه مصر لازم باكر تروح. واخر بيتين اقريهن، اخر شطرين او بيتين، اخر بيت اخر بيت. خصري بغمده، خسر بغمده نايم، خسر بغمده نايم من صرت لليوم. نعم. بحرب جفاك سله وانكت الزنجار. يعني شوي توقف. هنا صار تجليبه وقبلها انت كنت نصاري. على العموم اتمنى لك الموفقيه شيرين. الله يخليك.